شهي وتبانينة. طريقة طياب الرز الياباني. السلام عليكم صحاباتي وصحابي، كي دايرين؟ لا بأس عليكم؟ مرحبا بكم وألف مرحبا فيك وزينة نبيلة. اليوم حتى أنا نبيلة اليابانية غادي نوريكم وصفة سهلة وبنينة من اليابان. إلا ما زال ما شفتوش في القناة ديروا أبوني دبا. اليوم الموضوع ديانا هو واحد الحاجة اللي هي أساس الماكلة اليابانية. كيفاش تطيبوا الرز الياباني؟ اليابانيين كيعيو قيمة كبيرة بزاف للرز وحتى ياكلوه بوحده، ولكن منين كتخرج من اليابان كتل الرز مختلف بزاف وصعيب تلقى الرز اللي كيبغيه الياباني. الرز المستعمل في اليابان هو الحبة القصيرة. إلا لقيت الرز الياباني الأصلي هذا هو الأفضل. إلا ما لقيتوش جربوا روز جابونيكا ديال كاليفورنيا ولا ديال مصر، حتى هو مزيان. أنا منين كنت ساكنة في اليمن كنت كنشري الروز المصري جابونيكا وكان فعلا بنين. في المغرب كان حتى روز ديال السوشي ولكن غالي بزاف وما كان ننصحش بيه. من الأحسن تشري روز روند كافي وزوين. أنا شخصيا كنت كنشري هذا الباكيطة في المغرب. وزيدون حتى الروز ديال ريزوتو ينفع. والماء مهم بزاف، خاص يكون ماء رطب بحال ديال سيدي ولي، ماشي الماء القاسح. والماء الرطب شنو هو الماء اللي فيه قليل بزاف ديال الكالسيوم والمغنيسيوم. حسب منظمة الصحة العالمية إذا كانت النسبة أقل من 120 نجي كي تسمى رطب. أما الماء القاسح فيه بزاف ديال هذه المعادن وما كيعطيش نفس النتيجة ملي نطيبوا الروز. الماء كيتر بزاف باش يجي الروز بنين، وخاصة ملي كينسوا الروز حيث الحبة ديال الروز كتمص أول ماء دغيا. دكش علاش خاص أول ما يكون ماء رطب وحتى ملي نطيبوه. وفي الحقيقة أغلب المياه في اليابان رطبة. دكش علاش حتى الوصفات اللي فيها المرق ولا الدشي من الأحسن يطيبوها بماء رطب باش يجي الطعم قريب لليابان. النسبة البسيطة بين الروز والماء كاس روز مع كاس ماء. وبالوزن الماء خاصو يكون تقريبا مرة ونص من وزن الروز، ولكن الروز ديال المغرب ناشف شوي خاصو شوية ماء زيادة. الطريقة دير الماء الرطب على الروز وخليه يشرب شوي، حركه خفيف وخوي الماء دغيا. غسلوا الروز 20 حتى 30 مرة بحال إنك تحكوه حتى يولي الماء صافي. فهذه المرحلة ممكن ماء روبيني عادي. صفي الكسكاس. رجعوه للطنجرة مع الماء الرطب. خليوه في الصيد 30 دقيقة وفارشته ساعة باش يشرب الماء. ملي طيبوه ممنوع الملح ولا الزيت. غطيوا الطنجرة وخليوا النار مهيلة وطلعوها بشوية بشوية حتى يغلي من بعد 10 دقائق. ما تحلوش الغطاء. ملي يغلي نقصوا النار وخليوه 15 دقيقة. فيه العافية وخليوه يرتاح 10 دقائق بلا ما يتحل الغطاء. ملي يوجد خاص يتحرك دغيا حيث إلا ما تحركش كي تكتل. إلا بغيتوا تيروا السوشي نقصوا شوية من الماء باش يجي قاصح شوي. طريقة السوشي غادي نشرحها في فيديو آخر وحتى فيديو ديال الأونيغيري. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وبرطاجي